السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس نتوما وليداتكم وكاع حبابكم ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. وكما عودتكم دايما في البدايه تاع كل فيديو نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيد الخلق عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. اليوم ان شاء الله حبيباتي راح نشارك معكم وصفه هايله تاع مملحات. يجوا بزاف شابين في الشكل تاعهم ميم لاباط تجي هايله خفيفه مقطنه وحشو ساهل. الحشو دايما يبقى على حساب شي يكون عندكم في الدار. المهم بازولي على لاباط اللي تجي بزاف خفيفه ونسحق فيها كاس ونص تاع الحليب اللي يكون دافي. عبرت بالكاس تاع 220 مليلتر وعندي ربع كاس تاع الزيت مع مغرفه كبيره تاع الاكل زبده اللي تكون طريه وبدرجه حراره الغرفه، مغرفه كبيره تاع الاكل خميره الخبز مع مغرفه صغيره خميره كيميائيه ولا نص كيس. عندي مغرفه كبيره تاع الاكل الخل، مغرفة صغيرة تاع السكر ومغرفة صغيرة تاع الملح مع حبيبة تاع البيض. نسحق البياض في لاباط والصفار راح نخليه ندهن به الوجه تاع المملحات. نزيد له برك قطرة هكا تاع الخل مع شوية تاع الحليب ونخليه على ناحية. وبيان سور نسحق الفرينة اللي تكون مغربلة اللي نلم بها لاباط. هنا في ريسيبيون ديت كاس ونص تاع الحليب اللي قلت لكم يكون دافي، ما يليقش يكون سخون بزاف وما يكونش بارد. نزيد عليه خميرة الخبز مع السكر ونخلط هذه المقادير مليح مع بعض. غير حق ما تنحلي الخميره مع السكر ونزيد البياض تاع الحبه تاع البيض اللي تكون بدرجه حراره الغرفه وربع كاس تاع الزيت. هنا الا كان ما بغيتوش ديروا الزبده ديروا نص كاس تاع الزيت. درت المغرفه الكبيره تاع الخل ودرت الملح. نزيد نخلط بهذاك البياض تاع البيض ينحل ومن بعد نبدا نزيد في الفرينه غير بشويه ونلم العجينه وما ندلكها ما والو غير نلمها برك ومن بعد نخليها تخمر لانه هاد لاباط ما تسحقش الدلك سورتو العجينه اللي تكون فيها غير الفرينه. راكم عارفين الفرينه ما تبغيش الدلك. هنا كيما شفتوا غير بلتها قدامكم راح نزيد هذيك المغرفه الصغيره تاع الخميره الكيميائيه ونبدا نلم في العجينه تاعي. لازم تكون شويه تتلاصق في اليد ماشي بزاف وفاني ما تكونش يابسه وماشي طرية بزاف لأنه مازال راح نزيدوا لها دروك. هذيك المغرفة تاع الزبدة اللي لازم تكون طرية باش تجيكم سهلة كي تروحوا تدخلوها في لاباط. ندخلها مليح في لاباط. هنا البنات كيما كنت قلت لكم تقدروا تستغناو على هذه المغرفة تاع الزبدة وتعوضوها بنص كاس تاع الزيت. بصح الا كان درتوا الزبدة لاباط راح تجيكم بزاف خفيفة تجيكم احسن من تاع الزيت. هذه هي لاباط شوفوا كيفاش لازم تكون في القوام تاعها ما يليقش تكون جاريه بزاف باه من بعد كي نشكلوا المملحات لا فورم تاعهم ما تخسرش وفاني ما يليقش تكون يابسه باش المملحات تاعنا يجونا خفاف ويجوا طريين. كيما شفتوا غطيت العجينه وخليتها تخمر حتى كي ضاعف الحجم تاعها وجيت باش نوجد الحشو. كنت درت المقله فوق النار ودرت فيها شويه تاع الزيت وقليت فيها حبيبه تاع البصل متوسطه كنت قطعتها مكعبات وزدت حبيبه تاع الزروديه كانت شويه كبيره ربيتها في سكرفاج في الجهه هذيك الرقيقه. خليتهم تقلاو شويه كنت درت لهم شويه تاع الملح بهذاك البصل يطلق الماء تاعو وبالخف يذبال. وزدت كميه تاع اللحم المفروم كميه قليله ما كانش عندي بزاف. المهم حليته خليته تقلى شويه مع هذيك الخضره وزدت الفلفل الكحل وشويه تاع الزنجبيل مع شويه تاع الكركم وزدت شويه تاع الفلفل الدريس. نحلهم ونخلطهم مليح مع بعض ومن بعد نزيد عليهم مغرفه صغيره تاع طوماطيش كونسونطري. خليتها تقلات شويه واحد دقيقه ولا زوج حق ما تروح لها هذيك لاسيديتي وزدت شويه تاع طوماطيش صوص طوماط كانت عندي هذه تاع الشري. الا كانت متوفره عندكم طوماطيش تاع الحب ديروا نص حبه ولا ربع حبه غير باه الحشو ما يجيكمش ناشف ويجي طري والفيونداشي هذاك ما يجيش يابس. هنا بعد ما طفيت عليهم قطعت عليهم شويه تاع المعدنوس وخليت الحشو يبرد. في هذا الوقت لاباط كانت خمرت وكان ضاعف الحجم تاعها. راح نكسر لها الخمور ونحطها فوق لو بلان دو طرافاي ونقسمها لوحدات. دائما نعاون روحي بالفرينه شوفوا لاباط كيفاش راهي تتلاصق شويه في اليد. راح نقسمها هنايا نديروها كرات صغار ما يليقش يكونوا كبار بزاف. انا هنا قسمت ومن بعد زدت صغرت فيهم لانه راح نديرو كل زوج مع بعض على هذيك اللي لازم نديروهم صغار. ولا كان بغيتو ديروا دي باغيت كبار ممكن تكبروا فيهم.
ودايما عاونوا رواحكم بالفرينه ولا بالزيت الا كان شفتوا العجينه تتلصق في يديكم. هنا بعد ما كملت وكورت كامل هذوك الوحدات راح نبدا بالكره الاولى نحلها كما راكم تشوفوا بالطول، ونسير رقق هذوك الطراف والوسط نخليها شويه خشينه ماشي بزاف غير شويه برك. المهم هذوك الطراف يكونوا رقاق هكا باه العجينه من تحت ما تجيناش بزاف ومن الفوق تجي تبقى رقيقه. بعد ما حليتها كما راكم تشوفوا راح ندير شويه تاع الفرماج رابي وندير شويه من الحشو تقريبا مغرفه كبيره تاع الاكل تاع الحشو كما راكم تشوفوا راني نديرو في الوسط بصح بالطول على طول العجينه، ومن بعد نغلق عليه هذوك الطراف حتى نتحصل على شكل تاع الباكيت ونزير مليح على العجينه هكا ما تنحليش. نخليها على ناحية ونزيد ندي كرة واحدة أخرى كيما قلت لكم لازم تصغروا هذه الكرات باه العجينة ما تجيكمش بزاف في المملحات، إلا إذا كنتوا باغيين تكبروهم. أنا شفتهم قداش يكونوا الحجم تاعهم في البداية تاع الفيديو. نزيد نحل العجينة تاعي كيما حليت العجينة الأولى بالطول على شكل أوفال، وفاني تكون رقيقة ما تكونش خشينة بزاف، ونرقق مليح هذوك الطرف. ومن بعد بالقطعة هذه تاع البيتزا ولا بالموس راح ندير خطوط هكا مايلين على الجهتين كي شغل الشكل تاع السبولة ولا الضفيرة باللي ما قطعتش العجينة في الوسط. وراح نجيب هذيك الباغيت ونحطها في الوسط كيما راكم تشوفوا البنات ونعاود نغلق عليها العجينة بطاطينا الشكل اللي كنتو شفتوه في البداية تاع الفيديو، الشكل تاع ضفيرة ولا كيما قلت لكم الشكل تاع سبولة. نزير مليحة على هذيك الفتحة باه من بعد ما ينحلوليش كي يكونوا يطيبوا كي يخمروا. وكيما قلت لكم نأكد ونعاود لازم هذوك الطراف ترققوهم مليح في العجينه الاولى وفي العجينه الزوجه. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه، شكل بزاف شباب. راح نحطها في سنيوه اللي كنت دايره فيها بابي كويسون. برك البنات لازم دائما نأكد ونعاود لكم بلي تكونوا دايرين الفرينه من تحت ولا داهنين هكا سطح العمل تاعكم بشويه تاع الزيت بالعجينه ما تلصقش وما تلصق لكمش في يديكم باش الشكل يجي شباب. نكمل نشكل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه وكما قلت لكم نحطهم في سنيوه اللي نكون دايره فيها بابي كويسون ولا رشدت لها شويه تاع الفرينه ونديرهم متباعدين على بعضهم بعض هكا باش كي يخمروا ما يتلصقوش. ومن بعد نخليهم هكا واحد 10 دقائق غير حق ما يزيد يضاعف الحجم تاعهم غير شويه. ومن بعد ندهنهم بالصفار تاع البيض اللي كنتو شتوني خليته من قبل وكنت زدت له شويه تاع الحليب مع قطره تاع الخل وندهن هكا الوجه تاعهم كامل ونزينهم بشويه تاع حبوب الشيا وندخلهم يطيبوا في فرن اللي كنت مسخنته من قبل على 180 درجه. نخليهم حتى كي يطيبوا يتحمروا يدوا لون شباب ومن بعد نشوفوهم كيفاش خرجوا في الشكل النهائي تاعهم. هادو هما المملحات بعد ما طابوا تحمروا داو لون شباب. شوفوا كيفاش جاو هايلين في الشكل تاعهم. مام لاباط تاعهم جات بزاف بزاف خفيفه جات هايله. وراح نقسم دروك حبه قدامكم باش تشوفوا كيفاش يجوا من الداخل ما جاتش فيهم لاباط بزاف ما تخافوهمش سورتو الا كان خدمتهم مليح رققتوا العجينه كما قلت لكم على الطرف وكثرت لهم الحشو اكيد راهم حين يجوكم هايلين في البنه. لاباط قلت لكم بزاف بزاف خفيفه. تقدروا تخدموا بها أي نوع تاع مملحات اللي يكون هكا عندهم شكل ولا زعما كشغل مضفورين ولا راح تحافظ على الشكل تاعهم. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة وتجربوها. إلا كان جربتوها ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات وتطبيقاتكم على لاباج تاع الانستغرام اللي راهي تبان قدامكم هنا. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحتكم مي سورتو في صحيحتكم. إلى الملتقى الفيديو الجاي إن شاء الله ومع السلامة.